بالنسبة للتوقعات في كرة القدم الحديثة كتصعب التوقعات، لأن كرة القدم هي واحد لا سيونس كي ني با اكزاكت، ما فيهاش واحد زائد واحد كتساوي جوج. بطبيعة الحال هناك منطق يحكم كرة القدم من ناحية ديال لي كاليتي جوار والتهيئة النفسي والخطط التكتيكيه اللي ما بقاتش قانون منزل، ولا التنشيط ديالها اخطر من الخطه في حد ذاتها. ولكن يعني ما يبقاش مجال للتوقع، انما يعني كيعجبني انني ندوي على المنافسه. واش عندك منتخب قادر ينافس؟ عندنا منتخب قادر ينافس. بطبيعة الحال غادي نلعبوا 90 دقيقة بأسماء كتلعب في أوروبا بتوليفة دايرها الركراكي، نعرف حق المعرفة إمكانيات كرواتيا وبلجيكا. ما بقاش عندنا ما نخسروا، ولكن ولينا كنا داك حصان طروادة. ولكن حد الآن أنا تنقول رسميا أن المغرب من الأسماء التي ستنافس على المرور إلى الدور الآخر. غير هو خاصنا نحافظوا على رجلينا سيغ تيغ، ما نشوفوش ان راه صافي حنايا راه كرواتيا كذا، لان النتيجه هي بنت 90 دقيقه. مشكل اخر كاين وهو ذاك العقده الكلاسيكيه اللي كاينه ديال افريقيا، وكومون جيري لي ديغنيغ مينوت، يعني دوك 10 دقائق الاخرين. هنا فين كاين الفرق بيننا وبين دول العالم، اننا حنا كنساليو الماتش قبل ما يسالي الاربيط، قبل ما يصفر الاربيط، بينما هذوك الناس كيبقاو لاعبين حتى للسيفله فينال. دونك هاد لي دو مومون باش يعطوك لا ديكادونس، ينزل الايقاع، الدراري يخرجوا من الماتش هذا، انت عندك لاعبين كيلعبوا على مستوى ما عندهمش هذه العقليه. ورغم ذلك كتاثير اصلي في البنيه الافريقيه يجب محاصره هذه النقطه. اتوقع ان الماتش الى دخلنا ليه بشكل معقول من دقائقه الاولى ضد كرواتيا غادي نكونوا الند للند. ما نحاولوش نخليوهم يديروا اللعب، نحاولوا نديروه احنا، ولكن افيك ميفيونس، باحتياط. لان كرواتيا الى حسات اننا ما تنديروش اللعب غديروا على هواها، اذا احنا غادي نبداو نكونسيديو، غادي نبداو نوبوزيو، ونبداو نحاولوا نديشارجيو لي زاتاك ديالهم. هذا دور صعيب باش ديروا 90 دقيقه، راه ما يمكنش. اذا غتلعب غتخرج، ولكن غتخرج باعتمادك على التحليل ديال الفيديو اللي عطاك، لانه كل التموقعات ديال كرواتيا الان عندك تحليل ديال الفيديو كيعطيك كل لاعب فين كيوقف، فين كيدار، انت عندك لاعبين كيفاش غادي يتحركوا. اذا الصعب الذي اراه في المباراه الاولى والمباراه الثانيه حتى الثالثه وكل المباريات هو كومون جيري لي بروميير 15 مينوت و كومون جيري لي دي ديرنيير 10 مينوت. يعني خصنا ندخلوا المباراه من الكو دونفوا، نمشيو نقلبوا على حظوظنا من الدقائق الاولى، وما نتسناوش كرواتيا دير اللعب باش حنا نديروا رد الفعل. لا، هذه نظريه الله يرحمها مشات، كل شيء تيلعب وماشي غنتوقع. اتمنى، لان عندنا او دو اتمنى ان المغرب يفوز في هذه المباراه، لان الفوز بهذه المباراه ماشي هو غير فوز، ماشي غير نتيجه ايجابيه في مباراه، هو اعاده ترتيب هذاك الجروب كامل، غادي تعاد ترتيبه. يعني واظن قطعا ان كل المنتخبات تنتظر المباراه الاولى، لان هي اللي غتعطيها كيفاش غادي تجيري لي دو ماتش سويفون.